يا صباح الفل، اهلا بيكم فيديو جديد من اسلوب حياه. معاكم رشا. النهارده هقول لكم على شويه افكار ازاي لو انا عندي مراهق في البيت، ابني في سن مراهقه، ازاي اكون بتعامل معاه. مبدئيا السن ده صعب جدا، انا معاكم، وقد ايه هو وقت صعب جدا للاولياء الامور، للاب والام والابن نفسه. هو بيكون نفسه متضايق مخنوق لحاجات كتيره. اول حاجه بس محتاجين نعرفها ايه هي سمات سن المراهقه، ايه الحاجات اللي بتميز سن المراهقه. اول حاجه ان لازم نعرف ان هو الهرمونات في جسمه مش متظبطه، يعني حاجات عاليه حاجات واطيه، هو الهرمونات في جسمه مش مظبوطه، فهو نفسه بيبقى مش فاهم نفسه. هو مش يعني اساله كده ايه اللي حاسه بيه، إيه يعني طب انت مخنوق من ايه، طب انت متضايق من ايه، يقولك مش عارف، مش فاهم، مش عارفه، متقريف. فهو نفسه بيكون مش عارف نفسه ليه، هرمونات جسمه مش متظبطه. تاني حاجه احنا لازم نعرفها ان في جزء الامامي ده من المخ ده هو المسؤول عن القرارات الحكيمه اللي بالعقل. ده الجزء ده لسه بيكون مش مكتمل، ده بيكتمل امتى؟ عند 21 سنه. عشان كده اي حاجه حتى في الحكومه او اي حاجه يقول لك ايه، عند سن النضج او عند سن البلوغ. يعني لو اي قرار حد اخده، مثلا باع حاجه، اشترى حاجه تحت السن القانوني، مش بتحاسب. ليه؟ ان الجزء ده في المخ مش بيكون مكتمل، ده بيكتمل 21 سنه. فلازم نعرف ان هو ستيل طفل، هو في طولي اطول مني، اعرض مني، بس هو ان فتره النضوج الكامل ده هو لسه ما وصلهوش. ده بيريحنا شويه، احنا بنتعامل معاه نبقى عارفين هو لسه بيكبر. حاجه بقى مهمه قوي لو احنا عملناها معاهم بتكون بتريحنا وتريحهم، ان انا اقلل كلمه لا ليهم. يعني اوقات كتيره انا حاسه، انا عارفه انه حاجات كتير ممكن بيعملوها انا مش راضيه عنها، مش مبسوطه منها. لو انا في حاجه ينفع ما اقولش عليها لا، اعديها، اكبر دماغي بينها، اعدي. ليه؟ عشان لو في حاجه كبيره انا عايز اقول عليها لا تتسمع، يبقى اللا بتاعتي لا. يعني لما هقول لا يبقى لا، بس مش كل شويه اقول لا. فكره انت كل شويه تقولي ماما تقولي لا، انت يا بابا كل حاجه لا، كل حاجه لا. لا، انا لو في حاجه انا كأب كأم ينفع اعديها. يعني مثلا انا هسألكم مثال بسيط جدا. يعني انا عندي بنتي طول كل لبسها بيه اسود، بجد افتح الدولاب بتاعها اسود كحلي، ايه يعني، ايه يا عم الكآبه دي؟ يعني انا في سنها، يعني اللبس الاسود ده يعني حتى احنا ما كناش نلبسه، يعني غير في جنازه يعني كده، يعني البسي الوان الفواتح، الاحمر الاخضر الاصفر، يعني البسي كده يعني. لا، اكتر حاجه تحبها الالوان غير. فانا خلاص براحتها، اعملها ايه يعني؟ لو حاجه ينفع هعديها. ليه؟ لان انا مثلا لو في لبس لا مش على القيم بتاعتي، اوفر، لا هيضرها، هيضايقها، يعني هيسبب لها ضيقه، مش على القيم بتاعتي، يبقى لا. يبقى هنا لا. مش كل لبس بقى انا بقول عليه لا، لما بقول لا يبقى هي لا، يبقى مش كل حاجه بقول عليه لا. نيجي مثلا للولاد، مثلا في عيال الفتره دي يعوزوا ايه، يكبروا شعرهم، ينكشوا شعرهم. فاحنا لا، الواد يكون حالق كده مهندم ابن ناس، مش لما حد يشوفه ايه اللي انت ابنك عامله، ايه اللي بنتك ايه اللي عاملاه في شعرها ده، ايه اللي عامله في شعره ده، ايه اللي عامله في دنيته ده. فانا اوقات كتيره بقول لا، مش عشان هو، عشان انا ما اتلمش، عشان انا ما يتقاليش انت ايه بنتك اللي عاملاه في نفسها ده، او ايه ابنك اللي شعره عامل كده. فبأوقات كتيره بعمل حساب اللوم الناس، بس انا لو في حاجه ينفع اعديها. ليه؟ ان هو مش هيستمر كده. اقول لنفسي هو مش هيفضل كده طول عمره. يعني انا عايزه اقول لكم، هشارككم بحاجه من عن نفسي. يعني انا كنت في وقت كده، مش فاكره كنت في ثالثه اعدادي او حاجه زي كده، كنت بحب اعمل كحكه من فوق وبعمل لي ضفيره على الجنب، واحب اتصور بيها. انا حقيقه متصوره يعني في استوديو بالصوره دي. اوقات لما بشوف نفسي بقول ايه الهبل اللي انا كنت عاملاه في نفسي ده، ايه ابو يعني ايه الهباله اللي انا عاملاها في منظري ده. بس خلاص، يعني وقت وعد، بضحك على نفسي وعلى ايه الهباله اللي انا كنت عاملاها في نفسي دي، بس وقت وعد. اوقات كتيره انا كأب او كأم لو ينفع اعدي اللي احنا بنسميه هباله ده دلوقتي، اعدي هو، وهقول لنفسي
هو مش هيفضل كده طول العمر. ان انت يعني انت كبابا وكماما ارجعوا كده لصوركم زمان وبصوا لها تقولوا ايه اللي احنا كنا عاملينه في نفسنا ده. في اوقات مش بنستمر كده، مش بنفضل العمر كله كده. كمان في حاجة قوي بتريحنا وقت السن في سن المراهقة، حاجة بيسموه مبدأ القبول مش معناه الموافقة. يعني ايه؟ يعني انا قابلة كل حاجة فيكي، قابلة ان انتي تلبسي اسود تمام، قابلة كل لخبطة جواكي، قابلة كل حاجة. يعني مش معناه الموافقة، مش معناه ان انا موافقة ان انتي تلبسي اسود طول الوقت، مش معناه موافقة ان انت تبقى شعرك منكوش ومش متظبط، مش معناه ان انا موافقه ان لبسك حاساه مش لايق على بعض، حاساه مهبل. اوقات كتير لازم حته القبول، انا بقبل كل حاجه فيه، بقبل كل لخبطه فيها، بقبل كل لخبطه جواه او في شكله او في لبسه، بقبلها طالما ان هي مش هتضره، طالما ان هي مش هتجيب له ضرر ليه، انا قبلاه. وحتى لما مثلا في الاهل يقول ايه ده، ايه اللي بنتك لابساه ده، ايه الهبل اللي هي لابساه ده، ايه الشعر المنكوش ده، انا اقول انا قبلهم يا جماعه، انا قبلهم، هم حلوين على كل وقت. اكون بقدم قبول. القبول ده مش معناه ان انا موافقه، مش معناه ان انا موافقه على الحاجه دي. القبول ليس معناه الموافقه. انا لو انا فهمت الحته دي، يعني انا اقول انا طب انا مش راضيه على هو لابسه، طالما مش هيضره، طالما مش هيضرها، ما نقولش لا. الحاجه التانية، ويا ريت كمان قبل سن المراهقه، قبل الوقت ده، اكون بشبع اولادي بوس واحضان، احضنهم بسبب ومن غير سبب، ابوسهم، اطبطب عليهم، اسمعهم. عايز اقول لكم بقعد، ده حقيقي، بقعد مع بنات بيقولي انا عمري ما ماما حضنتني، عمري ما ماما طبطبت عليا، عمري ما ماما سمعتني وفهمتني. قد ايه بيبقى يعني محزن جدا جدا، بيبقى حاجه مؤلمه جدا جدا للبنات وللولاد. عايز اقول لكم مش بس البنات، مهم قوي احضنها، اسمعها، انصت ليها، اشوف مشاعرها اللي هي ورا كلامها، اتفهمها. الوقت ده يعني قد ايه محتاجين الحته دي جدا جدا جدا. حاجه تانية، لو انا ينفع اشاركها لعبها، العب معاها، لو مثلا حاجه كوتشينه، لو في لعبه معينه بتلعبها، ننفع نقضي وقت لعب مع بعض، نتمشى مع بعض، اسمعها. الحاجه دي قد ايه بتفرق معاها. كمان لو الولاد محتاجين دور الاب جدا، محتاجين دور الذكر في حياتهم، يعني ان هو بابا قريب مني، انا بتعلم منه الذكوره، بتعلم منه الرجوله. دور الاب يعني مهم قوي، سواء انا عندي بنت او عندي ولد، اكون متفهم جدا، قريب ليه. فكره كمان النقد كتير، انت ايه اللي عامله في دنيتك ده، انت مفيش حاجه فيها نافع، انت طول عمرك فاشل، انت هتبقى فاشل. فكره النقد اوقات كتيره انا بكون عايزه اقول الكلام ده عشان عايزاه يتحسن، عشان عايزاه يتطور، عشان مش عايزاه يستمر كده، بس قد ايه بيجي بنتيجه عكسيه جدا جدا. لكن انا احاول يعني احول كلامي كله لتشجيع، كله لتشجيع. قد ايه التشجيع بيفرق بشكل عايز اقول لكم رهيب جدا. اوقات بنقول لحسن يتغر، لحسن يتنفخ، لحسن يتضر، لا بالعكس، بالعكس، عمر ما التشجيع ضر، عمر ما التشجيع. طول ما اشجع، حتى لو في مثلا جاب درجات مش كويسه او قليله، اقول له انا بص، احنا في حاجات كتيره ممكن عملناها مش كويسه او استهترنا، بس انا واثقه فيك ان الوقت الجاي انت هتكون احسن، انت هتكون افضل، انا معاك، انا في ظهرك. طب ايه اللي ممكن نعمله يحسن من ايه اللي ممكن نعمله يحسن من الدرجات او يحسن من الطريقه دي؟ طب ايه الحاجات اللي عملناها نفكر هي اثرت فينا؟ اكون بدي تشجيع وادي قبول، حتى لو هو غلط ادي القبول. كل الحاجات دي قد ايه بتخلي هو يعدي بسلام من الفتره دي، وانا بتخليني انا بدعمه وبشجعه، فهو بيقدر يكون بيمر بالفتره دي بسلام. حقيقي بجد، يعني عايز اقول لكم احنا عدينا، هنقول احنا ما كناش بنعمل كده، احنا في فترتنا او فتره مراهقتنا او في سنهم ما كناش بنعمل كده، بس حقيقي اللي هم بيعدوا بيه والتحديات اللي هم حاليا فيها احنا ما كانتش موجوده في حياتنا، ما كانش موجود
النت وكميه الفيديوهات الاباحيه اللي بتظهر لي في تكه ثانيه كده ممكن اقعد عليها. ما كانش بيظهر لي، ما كانتش الميديا بالشكل ده. كميه ده كله تحدي وضغط كبير جدا جدا. فالتحديات اللي حاليا موجوده معاهم صعبه كتير. فانا محتاجه اتفهم، انا الكبير، انا الاب، انا الام، انا اللي افهم، انا اللي اصبر، انا اللي اكون بتحكم في مشاعري اكتر، بتحكم في انفعالاتي اكتر. وكل ما انا الكبير عملت كده ده بيكون بيساعدهم، بيأثر عليهم بشكل كبير جدا. قولوا لي لو في اسئله تحبوا تسالوها عن سن المراهقه واكون بجاوبها لكم في فيديو، سيبوا لي الاسئله بتاعتكم في الكومنتات وانا هكون برجع لكم في اي ممكن فيديو او ارد عليكم في الكومنتات. قولوا لي براحتكم يعني. لو انتم متابعيني لغايه هنا ما تنسوش تعملوا لايك عشان الفيديو يترفع ويتشاف اكتر. لو كنتم مش متابعيني على فيسبوك هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس تكونوا بتتابعوني عليه عشان اي فيديو يكون بيوصل لكم اشعار بيه. اشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياه، ربنا معاكم.